مؤخرا كان المعرض ديال البوليس في اكادير اللي كيصادف الذكرى 69 ديالو بعد ما كانت اول نسخه ديالو سنه 1956، بحيث خلاو الابواب مفتوحه باش يقدر يجي اي واحد، بحيث حضروا بزاف ديال المواطنين خصوصا الدراري الصغار، بحيث تمكنوا من انهم يشوفوا مختلف المهن ديال الامن الوطني وفي مختلف الميادين والجهات. مثلا في المطار كيفاش كيخدموا، كيفاش كيراقبوا الجوازات والامتعه، حتى كيفاش كيتلقاو الاتصالات ديال الطوارئ ديال 19، بحيث انه كل شيء تيقول انه كان واحد المعرض واعر. غنخليكم تشاهدوا الفيديوهات باش تلاحظوا كيفاش كان المعرض. هذا المعرض النيت هو الموضوع ديالنا، بحيث غيتم تقديم واحد السياره صدمات كاع الناس، الا وهي سمارت بارول كما كتشوفوا معايا. فراه الا مشات تدازت محداك فبلا ما تعرف، بحيث ان هذه السياره فراه ديجا كيخدموا بها في الامارات وبالضبط في دبي. غنعطيكم جميع المزايا ديالها واللي غدهشكم ديال بصح. اول حاجه غندويو عليها هي المعرض ديال اكادير. كيفاش كان المعرض؟ لقى واحد الاقبال كبير وواحد التنظيم هائل فين مكنوا مختلف الحضور باش يقربوا او يتعرفوا على رجل الامن اكثر، من المطار حتى المراقبه، بالاضافه لمختلف المعدات الامنيه. فإلا لاحظتوا راه كانت واحد الفئه كبيره من الحضور دراري صغار، الامر اللي كيبين ان الجيل القادم جد مهتم بالخدمه الامنيه، او بهذاك الحضور ديالو في هذاك السن تقدر يكبر ويولي بوليسي او يخدم في الامن. نخليكم مع شي لقطات. في نفس المعرض غيعلنوا على واحد السيت سميتو ابلاغ، بحيث يمكن للمواطن انه يتعاون مع الامن. هذه المنصه دارت باش اي واحد تعرض او عرف اي عمليه ماشي هي هذيك يبلغ عليها. ماشي هي هذيك يعني بحال الغش، النصب، تشجيع على العنف، تشجيع على الاعمال الاجراميه، بيع الادويه بدون رخصه، مخدرات، الاسلحه واي حاجه غير قانونيه. هكا البوليس غيقدروا يجمعوا بيانات حسن وكثر باش تعرفوا على شكون كيواجهوا. نخليكم على شنو قالوا على هذه المنصه. جديد رواق مكافحه الجرائم السيبرانيه خلال هذه الدوره الخامسه، وهي المنصه الرقميه الجديده منصه ابلاغ للتبليغ عن المحتوى غير المشروع على الانترنت، وهي منصه تم تطويرها من طرف خبراء واطر الامن الوطني من اجل تمكين مستعملي الانترنت من التبليغ على مدار 24 ساعه و7 ايام في الاسبوع بمختلف المحتويات غير المشروعه. الهدف الاساسي من هذه المنصه وهو اشراك مستعملي ومستعملات الانترنت في مكافحه الجرائم السيبرانيه، بحيث سيصبح بامكان الجميع سواء كانوا ضحايا او فقط عاينوا او رصدوا او شاهدوا محتويات غير مشروعه على الانترنت من التبليغ عنها عن طريق منصه ابلاغ بويما. هادشي ما يخص ابلاغ. دابا اجي نهضروا على السياره اللي داروا جديده اللي كلشي كيدوي عليها. هاد السياره سميتها غيات سمول كنترول، بحيث صنعت في دبي في الامارات وتما كيخدموا بها ديجا. نخليكم بعدا تشوفوها كي دايره. في اطار الشراكه الامنيه ما بين المملكه المغربيه والامارات العربيه المتحده. هاد السياره هي مصنعه من كتعتبر سياره 100% اماراتيه، لانها مصنعه في دبي، مدينه دبي، وبشراكه ما بين شركه دبليو موتورز وشرطه دبي. حاليا هذا الموديل اللي عندنا حاليا في المملكه المغربيه صنع خصيصا للمدير العام الوطني كما قلت من قبل في اطار التجربه ديالو. فبالنسبه لنا هذه السياره كتوفر حاليا على 13 كاميرا للمراقبه. كنقولوا كاميرا المراقبه ماشي مراقبه عاديه، لانها كتوفر على 11 كاميرا كتمكن من التصوير. الطوموبيل عندها 13 كاميرا، 11 منهم كيصوروا الخارج وكتقدر تشد جميع الزوايا. يعني الا دازت من حداك فراه ما عندكش فين تخبى، غتشدك وغترصدك، بحيث كتقدر تشد لوحات السيارات اللي دايرين مخالفات ولا اللي مبحوث عليهم، وفي نفس الوقت كتعطي انذار لسائق القياده وكتبلغوا على المشكل. وكذلك كتوفر على كونيكسيون الشبكه هائله، كتخلي مركز القياده يطلع على كل شيء في الحين. هادشي بالاضافه عندها واحد جي بي اس داخلي متطور بزاف. من غير هادشي عندها واحد الصفائح في الجنب كيقدروا يتعرفوا على الناس وتتعرفوا كذلك على الناس اللي مبحوث عليهم. يعني الا داز محدا شي واحد مبحوث عليه فبلا ما يهرب ولا يفكر يهرب. يعني الخلاصه الهروب من الشرطه ولا شبه مستحيل. حتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كان معكم حميد بوخاشم، تهلاو.